على بركة الله نبدأ رحلتنا السياحية في مدينة أثينا أو أثينز عاصمة اليونان. الساعة 8:30 الصبح مع بياعين اللبن عشان نلحق أول باص، عشان نخلص في أول رحلة، عشان نلحق الطيارة المعفرطة بتاعتنا اللي وقتها ضيق قوي في الترانزيت المحندق قوي في فاحنا اول محطة طلعنا منها هي محطة سينتاجما سكوير. سينتاجما باليوناني يعني كونستيتيوشن بالانجليزي، يعني من الاخر هي محطة مجلس الشعب او محطة البرلمان يعني. فتحركنا من سينتاجما سكوير نتوجه دلوقتي الى المحطة نمرة 2. الله 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 يا عم الحاج، يا عم الحاج، جرس الكنيسة ضرب. طيب ما عرفناش بقى اسم الكنيسة لان هو يعني رزعنا الصوت عالي قوي، الست بتقول اهي. الله الجبل الحلو اللي فوق ده. توجه دلوقتي الى محطة 2 اللي هي ميلينا ميركوري ستيشيو، اللي هو تمثال ميلينا ميركوري. الله على طول بدأت على طول اهي بقى الحاجات التاريخية بقى. الله مفتقدين الشمس ديت بقالنا 10 ايام في دول اوروبا، يعني على طول ثلج او مطر او غيوم، الشمس ساطعة جدا في اليونان. احنا هنا بقى الاستيشيو. مش عارف الشمس مبينة حاجة ولا لا، واحنا بنصور الشمس جامدة قوي. ده بقى المعبد بتاع الاستيشيو اللي هو ميلينا ميركوري. ميلينا ميركوري ستيشيو اللي هو تمثال ميلينا ميركوري. حاجة يعني معابد عاملة زي المعابد اللي في الأقصر كده يعني. بس طبعا الأقصر أقدم بكتير يعني، الحضارة الإغريقية مهما كانت يعني بتاع 3000 سنة 4000 سنة، الفراعنة هم 7000. أي خدمة. كفاية كده على ميلينا عشان الشمس حرقت وشي.